وافيات للعهود والتمم حاملات للمعالي والهمم حاملات للمعالي والهمم ويا شباب العالم المحمدي يا شباب. اليوم ككل جمعة كنخرجوا تضامنا دعما لإخواننا في غزة وفلسطين. الوقفة ديال هذا اليوم إن شاء الله كانت وقفة فريدة من نوعها لأنها جاءت مناسبة في سياق حدثين اثنين. السياق الأول بطبيعة الحال واللي كنفتخروا به وكنعتزوا به كمغاربة وكمنتمين لهذا البلد العريق اللي هي المضامين ديال الرسالة الملكية للجنة الأممية القابلة على حرية الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف، واللي الحمد لله كتشرفنا كمغاربة وكمسلمين بالفعل أنه جلالة الملك حفظه الله أعطى أولوية للقضية الفلسطينية وحطها في منزلتها اللي كتليق بها باعتبارها قضية مركزية والعدالة ديالها بطبيعة الحال. هذه رسالة أيضا للإخوان المغاربة المحسوبين على بعض الجهات اللي كتحاول أنها تتماهى مع التطبيع ومع التصهيون من الخرجات ديالها ومجموعة ديال استفزازات المشاعر والرأي الوطني المغربي. السياق الثاني ايضا اطار تخليد العالم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واللي كيكون كل 29 نوفمبر من كل سنه، واللي من خلاله كيعبر العالم ومن بينهم المغاربه على التضامن ديالهم اللا مشروط مع الشعب الفلسطيني في اقامه دوله فلسطينيه حره عاصمتها القدس وبعيدا عن كل مظاهر الاباده والتجويع والتقتيل اللي كتعرض له فلسطين على الاقل من 1948. الله عز وجل يتقبل هذه الجهود وهذه الوقفات، وهذه دعوة أيضا لكل المغاربة باش أنهم يساهموا في هذه الوقفات وفي هذه الأشكال التضامنية. أشكال تضامنية بطبيعة الحال ما كتقتصرش على الوقفات، فيها ندوات، فيها محاضرات، فيها مجموعة ديال الأشكال التضامنية لا من داخل المبادرة المغربية للدعم والنصرة ولا من داخل مجموعة من الهيئات، الهيئة المغربية للدعم والنصرة، مجموعة العمل ومجموعة ديال الشركاء اللي همهم الواحد بطبيعة الحال أنه القضية الفلسطينية تبقى حية في الضمير المغربي وفي الضمير الإسلامي وفي الضمير العربي. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.